القاهرة تقدم. اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. دعوة للجميع، دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي عزيزتي، مع آخر موديلات النوادر والحكايات. صديقي، صديقتي، في خلال رحلة قام بها أحد السياح إلى أفريقيا، شاهد لافتة مثبتة فوق إحدى الأشجار إلى جوار سلم من الحبال متصل بالشجرة، وقد كتب على اللافتة: في حالة هجوم وحيد القرن اصعد 8 أقدام، أما في حالة هجوم الفيل فإن صعود 14 قدم سيكون إجراء أكثر حرصا، وفي حالة هجوم النمر لا ينجيك إلا أن تصعد أكثر من 50 قدما. ملحوظة: ارتفاع الشجرة 20 قدما. شكت سيدة من ارتفاع الأجر الذي طلبه منها الطبيب حينما قال لها: ما تنسيش يا هانم ان انا قمت ب10 زيارات لابنك اثناء مرضه بالحصبة، وده كلفني كتير جدا. وما تنساش يا دكتور ان ابني كان سبب ساعدك الشهر ده، لانه هو اللي نقل المرض لكل تلاميذ المدرسة اللي بيتعالجوا دلوقتي عندك. عزيزي عزيزتي، مع قيل وقالوا دبابيس. قالوا عن الكلمة الأخيرة: للرجل الكلمة الأخيرة مع النساء، بشرط أن تكون هذه الكلمة هي نعم. قالوا عن ميزانية البيت: ميزانية البيت هي مشاجرة عائلية كل أول شهر. قالوا عن النصيحة: قليلون هم الذين يتقبلون النصيحة، وكثيرون هم الذين يتقبلون المال. إذن المال يساوي أكثر من النصيحة. وقالوا عن الخبير: الخبير هو الشخص الذي يتناول شيئا كنت تعرفه أنت من قبل، فيجعله يبدو في شكل يبعث على الحيرة، ولا يمكن بعد ذلك أن تفهمه أو أن تعرفه. وعن فن القيادة قالت جدتي: قالوا في المثل: اللي يربط في رقبته حبل 1000 من يسحبه. امضاء جدتك تفيدة 5 شارع التقل صنعة. عزيزي عزيزتي، اسمع وتأمل. إن الأهواء والعواطف من أشد منافذ الخطأ في التفكير، فنحن قد نصدر أحكاما خاطئة مدفوعين إلى ذلك بالخوف من شيء، وهناك عواطف أخرى قد تسيطر على التفكير سيطرة شديدة، كالكراهية والغضب والحب والكبرياء. وما أكثر من يعتقدون أن خريجي معهد معين يصلحون لكل عمل في الدنيا، لا لشيء سوى أنهم أيضا تخرجوا في ذلك المعهد. وما أكثر من يكرهون شخصا لا عن بينة، بل لأنه ينتمي إلى عائلة معينة. والطامة الكبرى أن الإنسان لا يشعر في الغالب بأهوائه. فهل من الممكن أن نجد حلا لهذه المشكلة؟ عزيزي عزيزتي، من هنا وهناك أخبار وأخبار.
جاء في لوائح رابطة النقل الجوي الدولية ما يلي: 1. يجب ألا يدخل أي شخص أو يحاول الدخول في أي طائرة أثناء تحليقها في الجو. 2. قال مدير أعمال الملاكم لموكله قبل المباراة: ما تبقاش عصبي للدرجة دي، هدي نفسك وفكر كويس. خصمك لو كان ملاكم ممتاز زي ما بيقولوا ما كانش قبل يلعب معاك. يتحدث ماركيز عن أول رحلة قام بها لصيد النمور، وقد كان نائبا للملك في الهند، فما كاد النمر يظهر حتى أطلق عليه رصاصة، وفي تلك اللحظة انطلقت 7 رصاصات من 7 بنادق أخرى، وارتفعت 7 أصوات تقول: مرحبا، لقد أصبته يا صاحب الفخامة. كنتم معنا في دعوة للجميع. عبد المنعم مدبولي، أمال شريف، حسن حسني، محمود القلعاوي، مع ليلى فهمي. الموسيقى عمار الشريعي. كتب هذه الحلقة علي عبد المنعم. المخرج المساعد عادل شحاتة. دعوة للجميع. إخراج محمد مشعل.